انا بقول للاسف منتخب مصر هيخسر وهيخرج من كوت ديفوار بكره. الكلام ده مفيش منه. ايه اللي هيحصل؟ ده مصر تكسب كوت ديفوار. مصر هتكسب كوت ديفوار. مصر هتكسب كوت ديفوار. هنتأهل. ومالي هتكسب السنغال. مالي دلوقتي لاعب مالي. الماتش شغال على الماتش فكره. شغال. ومالي خسرانه. ولا خسران بس مالي هتكسب ان شاء مالي الله. هتكسب دلوقتي. واحنا نكسب بكره ان شاء الله. احنا كده هنكسب ان شاء الله يعني. مش مهم النتيجه عشان احنا بس احنا هنكسب. احنا هنكسب. ماشي هنكسب 1-0. انت بتقول ايه؟ هنكسب 1-0 اللي هيجيب الجول باذن الله يعني. احنا كعبين محمد علي. صلاح. احنا كعبين على هيجيب الساحه. جول يا اما عمر مرموش. المهم ان انت بتقول احنا مصر هتكسب. انا بقول مصر هتخسر وهو الكلام ده على كريبايه من عند ايهاب. الكلام ده على رهان كريب. كريب. وانا بيتزا سي فود انا ومعلم زعفر. وهم هيجيبوا لي والعموم. بيتزا سي فود. انا بقول مصر هتخسر للاسف، وبقول ان احنا هناكل علقه كوره. اصل دلوقتي زعفر كان لسه بيشجع مالي، فانا رحت قايل له انت بتشجع مالي عشان احنا نقابلها، قال لي قلت له احنا اصلا مش هنكسب كوت ديفوار. لا هنكسبها. هنكسب كوت ديفوار. هنكسب وناخد البطوله كمان. هناخد البطوله. الراجل ده رجع. هناخد البطوله ان شاء الله باذن الله. حاجه بعيده عن ربنا. انا نفسي حسام حسن يعملها لاعب ومدرب. لا لا عشان خاطر حسام حسن ما ناخدهاش. حسام حسن لا يا عم لا يا رضا عشان خاطر حسام لا. ماشي. هناخدها يا ريس وباذن الله مصر تكسب 1-0. وانا وانت اهو الساعه 9 الساعه 11 ان شاء الله. وانا باكل الكريب. وانا باكل الكريب. هستناكم وانا باكل البيتزا السي فود. ماشي يا عم.